اهلا بيكم من جديد، ويلا مع بعض النهارده نشوف هنعمل ايه. هنعمل صنف حلو طبعا كلنا بنحبه وكل الناس بتحبه. هنعمل البسبوسه. هنعملها بطريقه سهله قوي وبسيطه ومش مكلفه برضو خالص، وهوريكم شكلها وطعمها كمان طالع يجنن، وطلع متماسكه على قد ما هي يعني دايبه، بس في نفس الوقت متماسكه. هوريكم السر اللي يخليها تطلع متماسكة وحلوة معانا وما تفرولش مننا. يلا مع بعض نشوف مقاديرنا وطريقتنا. دول عندي كوبايتين سميد بسبوسة، عندي تلت مكيال سكر، ده مكيال جوز هند، عندي هنا مكيال دقيق، يعني حوالي معلقتين دقيق، وده السر اللي قلتلكوا عليه اللي هيخليها معايا متماسكة وحلوة. وعندي معلقة بيكنج باودر، عندي هنا كمان مكيال سمنة، سمنة بلدي طبعا مسيحاها، ومكيال صغير كده عسل نحل، وكوباية مية، ولو احتاجت مية تاني طبعا هزود مية. اول حاجة بنزل بالسميد البسبوسة، وبعد كده هنزل بقى عليه بالمكونات الجافة اللي هو السكر والجوز الهند والدقيق والبيكنج باودر. بس بعد كده بقى ايه، هقلبهم مع بعض، هقلبهم كده على بعض كويس لغاية لما كل المكونات تمتزج مع بعضها. وبعدين بقى هبدأ انزل ايه بالسمنة. طبعا انتوا عارفين ان السمنة دي اساسي في البسبوسة، يعني خصوصا السمنة البلدي طبعا، يعني هي روح البسبوسة السمنة. بقلبها كده مع السمنة كويس، يعني زي ما بتقولوا كده بنبسها كويس كده مع السمنة، يعني عايزة كل حبات السميد تبقى محصلة السمنة ومتشربة من السمنة كويس. بعد كده بنزل بقى بمعلقة العسل. العسل طبعا هيدينا لون حلو قوي في التسوية وكمان قيمة غذائية، يعني بدل ما نحط كمية سكر كتيرة ممكن نقتصر يعني في السكر ونحط بدل منه عسل نحل، عسل أبيض. خلاص كده أنا حطيت هنا بقى كوباية المية. طبعا حسيت ان هي هتحتاج مية تاني، فقبل ما اعجن فيها، لان هي مش محتاجة عجن كتير، يا دوبك بس تقليب كده مش اكتر، مجرد ان هي بس تتشرب المية وخلاص. قبل ما احس ان هي يعني قبل ما اعجن فيها زي ما قلت لكم، حسيت ان هي محتاجه شويه ميه تاني، فاديتها كمان تقريبا نص كوبايه ميه على كوبايه الاولانيه. كده خلاص قوامها، انا عايزه قوامها يبقى متوسط، لا هي مفروله قوي ولا هي كمان طريه وخفيفه، يعني انا عايزه برضو تبقى متماسكه الى حد ما. بعد كده يعني ما حبيتش ان انا ادهن الصينيه سمنه، قلت اغير وادهنها طحينه. الطحينه كمان بتدي طعم جميل قوي في البسبوسه. هي معلقه طحينه، معلقه واحده بس مش اكتر، يعني زي ما انتم شايفين كده غطت القاع بتاع الصينيه كله. خلاص هنزل بقى كده، نزلت بالقوام بالخليط بتاعي بتاع البسبوسه زي ما انتم شايفين كده اهو، جميل جدا وقوامه حلو قوي وماشي معايا يعني بسهولة قوي. طبعا مفيش احسن من الايد، يعني انا قلت بقى ايه المعلقة مش هتفردها كويس، فبليت ايدي كده بس بشوية مية، حطيتهم في البولة مكان العجن، ومشيت بقى معايا كده زي ما انتم شايفين بسهولة جدا. بس فردتها كده وسويتها كويس. بحطها بقى في الفرن، بكون مشغلة الفرن على درجة 200، بشغلها شوية في الأول، وبعدين ببدأ أحط البسبوسة عندي، بتاخد من نص ساعة لساعة إلا ربع. وكده خلاص استوت، طلعناها من الفرن ولونها زي ما انتم شايفين كده خدت لون حلو قوي. هنبدأ بقى نسقيها بالشربات بتاعنا. لما بحطها الفرن ببدأ أحط الشربات عندي، أو بعد ما بحطها في الفرن بشوية كمان ببدأ أحط عندي الشربات، عبارة عن كوبايتين سكر مع كوبايتين ونص مية مع عصرة نص ليمونة. بسيبهم بس يغلوا كده 5 دقايق مش اكتر، يعني عايزاه طبعا خفيف، انتوا عارفين شربات البسبوسه بنحب يكون خفيف، فبسيبه بس يعني 5 دقايق بس على النار. وبعدين اقوم اول ما اطلع البسبوسه وهي سخنه كده، بكون لسه يعني ما طفتش على الشربات، بجيبه من على النار وببدا اسقي بيه البسبوسه بتاعتنا. شايفين شربت الشربات كله بسرعه ازاي؟
دي علامة على انها بسبوسة ناجحة جدا ومش محتاجة شربات تاني. هبدأ بقى اقطعها زي ما انتم شايفين كده، هقطعها قطع قبل ما ازوقها بالقشطة. انا هزوقها طبعا بالقشطة الاصلية، مش القشطة الكدابة. هزوقها بالقشطة وشوية فستق كده مجروشين. لو حابين يعني اي نوع مكسرات عندكم برضو ممكن، اذا كان لوز، بندق، عين جمل. بس انا لقيت عندي الفستق موجود فقلت اعملها بالفستق. هبدأ احط هنا القشطة عندي حتى بمعلقة كده عادي خالص، ولا بقمع ولا بكيس ولا بأي حاجة، بس كده بمجرد معلقة صغيرة كده. وببدأ احط قطعة كده، معلقة كده على كل قطعة بسبوسة. ولو حابين تغطوا الصينية بأكملها بالقشطة، دي حسب رغبتكم براحتكم يعني. وبعدين هنزل بقى بالفستق عليها. طبعا القشطة مش هنحطها غير لما البسبوسة تبرد تماما. وده بيبقى شكلها وطعمها جميل خالص، وهيعجبكم ان شاء الله. جربوها بالطريقة دي، طريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة خالص. زي ما انتم شايفين احنا عجناها بالمية، لا حطينا لبن ولا حطينا زبادي ولا حطينا اي مكون صعب، يعني كل مكوناتها سهلة وبسيطة. وحتى سميت البسبوسة نفسه يعني انا جايباه سايب، مش اكياس، يعني مش مكلفة خالص ومش هتكلفكوا حاجة خالص. والقشطة دي زي ما انتوا عارفين، انتوا ممكن تعملوا القشطة اللي هي بتاعة اللبن، بتشيلوا الوش بتاع اللبن كده. لو شلته مثلا من مرة او مرتين هيجمع لكم شوية كده، هتقدري تزوقي بيه صينية البسبوسة وهتبقى عندك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهتبقى اطعم صينية بسبوسة. وده شكلها بعد ما قطعتها اهو، شايفين متحمرة حلو ازاي، والعسل مدي لون كمان فيها جميل ازاي. بصوا طالعة دايبة مش مستحملة، وفي نفس الوقت كمان متماسكة. يعني معلقتين الدقيق اللي انا حطيتهم خلوها متماسكة جدا، وتقدري تقطعيها بسهولة وتطلعيها كمان من الصينية بسهولة جدا. طعمها صدقوني في منتهى الجمال. ودي وصفتي النهاردة، يا رب تكون عجبتكم، واتمنى يا رب ان تجربوها. وبشكركم جدا على دعمكم وعلى تواصلكم معايا وعلى تعليقاتكم الحلوة. ونتقابل بإذن الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. وما تنسونيش بقى في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم دايما على خير.